طيب حضرتك برضو كان ليك مشاركة في سيت كوم راجل وست ستات، وطلعت كذا مرة في المواسم بتاعته. السيت كوم ليه اختفى؟ يعني احنا كنا بنحبه جدا وكان ده انا كنت عايز اسالك السؤال ده. لا اكيد يعني اه، بيجي في دماغك ما تعرفيش هي بتبقى فيه زي ايه، هوجه بتحصل، تلاقي سيت كوم وكذا جزء، هوجه كاميرا خفيه اهو، فاهم ازاي؟ لكن السيت كوم انا بحبه عن نفسي يعني، فيا ريت. طب مختلف عن ايه مثلا عن تصوير المسلسلات اه الكوميدية عن طبعا. السيت كوم؟ مختلف ازاي؟ لا السيت كوم بيبقى عباره عن اتنين تلاته لوكيشن، زي ما شفت كده، راجل وست ستات، مم. البيت والكافيه والبازار مثلا، مم. اوكي. وهم الثلاثه دول احداثهم بتدور في الثلاثه دول. لكن المسلسل بقى بتلاقيه في شارع، بتلاقي على كوبري، بتلاقي مش عارف ايه، بتلاقي في طريق، فاهم قصدي؟ بيت هنا بيت هنا بيت هنا، لا في حدوته، مم. آه، شغالين عليها. مم. بيبقى معمول له حساب اكتر في السيت كوم، عشان برضو ضحك الناس ما بقاش زي زمان بالساهل يعني. اه بقى الناس صعب. بقت بتضحك حقيقي بصعوبة. مم. فهل مثلا تصوير السيت كوم بتعملوا له حساب اكتر من المسلسلات الكوميدية العادية؟ لا هو ده بيبقى له يعني شكل الى حد ما، ان انت سيت كوم لازم ضحك اه ضحك بالظبط. ضحك، يعني في انما شغل اكتر يعني اه يعني سيت كوم بعمله عشان اضحك. اه. لكن المسلسلات ممكن يبقى حتى لو كوميدي مش هيبقى فيه كله كوميديا، لحد ما برضه بيبقى فيه ايه، احداث تانية غير الكوميديا قوي يعني. مم. طب ايه سر مثلا ان المسلسل فضل اجزائه تكمل؟ لان الناس كانت حباه قوي. شايف ايه المميز فيه عن اي سيت كوم اتعمل قبل كده؟ راجل وست ستات. فاكر ايه من ذكريات اشرف عبد الباقي والكرو العمل اللي كان موجود وقتها؟ لا انا فاكر مره كنا مش عارف الجزء الثاني او الثاني حاجه زي كده، كنت انا وسامح حسين وهو تقريبا عدنا مشهد بتاع 12 13 مره. 12 اه 13 جات لنا مره. هستيريا الضحك. اه هستيريا الضحك بجد، اللي هو ايه، يعني ممكن حاجه ما تضحكش قوي، بس احنا ساعات بتيجي كده حاجه تخلينا نقعد نضحك، مش عارفين نمسك نفسينا، مم. ونفضل لغايه لما المخرج يا جماعه كفايه كده، هو بقى المخرج اسف نركز بقى ونشتغل. اه لا بقى بدا بقى يزعق بقى وادى وش بلاستيك كده عشان خاطر. انما وعلى فكره مش في المسلسلات الكوميديه، ممكن في المسلسلات اللي مش كوميديه برضه بيحصل هستيريا الضحك ونقعد نعيد كتير قوي، مم. بتحصل لكل الفنانين يعني. مم. حضرتك اشتغلت مع عدد كبير قوي من الكوميديانات. اتكلمنا في الاول عن اكرم حسني، الفنان الكبير عادل امام، اشرف عبد الباقي، كل واحد له مدرسته. طبعا. ازاي الفنان الشاطر يقدر يلون نفسه اللي هو يلعب مع اي حد منهم او اي مدرسه من دول؟ هو الورق، مم. السيناريو هو اللي بيقدر يعني يحدد زي مثلا اشتغلت مثلا مع هشام وشيكو مثلا في اللعبه، اه. تمام، اتعمل الجزء الرابع، مم. تمام. الورق هو اللي بيحكم الفنان يعمل ايه والكاركتر ده يتعمل ازاي. مم. الورق. مم. بس انا اقصد ان اي كوميديان ممكن يشتغل اي نوع من الكوميديا، ولا في ناس ما بتقدرش مثلا تشتغل مع فلان كذا مش عشان الشخص بس، النوع ده من الكوميديا؟ لا هو زي ما بقول يعني في لحضرتك، مثلا كوميديا الموقف، في فنانين بيلعبوا على الحته دي، في كوميديا الفرس، في كوميديا لا يعني. كل واحد ليه مدرسه، اه بالظبط. يعني هي مدارس يعني الله يرحمه نجيب الريحاني مثلا، زي ما شفنا الضحك الباكي كويس. شفت مثلا، يعني انا بحب مدرسه بصراحه، يعني الكوميديا اللي هي اللي في عز ما انت بتبكي بتضحكي، مم. انا بحب النوع ده من الكوميديا. مم. انما في ناس تانية مركزه على ان هي تقول افيهات بس، مم. لكن انا شايف من احلى حاجه كوميديا الموقف، مم. ده انا شايفها ده يعني. عشان بتعيش وتعيش بالظبط، ومهما نتفرج عليها واجمل. ممكن نضحك، مش اللي هي خلاص وقتي الافيه وخلاص. اللفظ دلوقتي اعتقد يعني ما بقاش زي الاول، يعني ما بقاش مم. ليه يقبل زي الاول يعني. مم. تميزت جدا في ادوار الشر، الكوميديا برضو اللي هي امم. فيها نوع زي ما انا قلت لك، اللي هو الاب بس في حته من الكوميديا. انت مفضل ان انت تقدم نفسك اكتر في الادوار دي وتركز في الادوار دي، وشايف الناس حبتك اكتر في الادوار دي، ولا حسب الورق اللي بيجي لك؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا ما بحددش حاجه. اه. انا لو عايز احدد حاجات كتير جدا. مم. انا بيتعرض عليا حاجات، احنا عندنا هنا حاجه في مصر، لو واحد نجح في دور بواب هتلاقي دور ابواب كتير، دور اسم باحث هتلاقي دور اسم باحث على طول، دور فاهم ازاي؟ نادر قوي لما بتلاقي مثلا مخرج اقتنع بشخصيه مم. او شايفها ممكن يحولها من الكاركتر ده للكاركتر ده، او من انه يعمل كوميدي يعمل تراجيدي، او يعمل تراجيدي يعمل كوميدي، مم. تمام. يعني
في استسهال شويه كده يعني. لكن انا شايف ان يعني الدراما في مصر محتاج قوي 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 ان يبقى في ناس تغير جلدها كتير. شفنا ناس غيرت جلدها كتير ونجحت. مم. انا بالنسبه لي تقدر تقولي الخبره مم. والحياه اللي عشناها وقسوه الحياه اللي عشناها علمتنا كتير وشفنا كتير. حتى لما يجي الستايلست يقول لك على لبس، انا شفت كل الانواع وشفت الاشكال دي كلها. مم. تمام، بقدر افكر ان الكاركتر ده انا شفته في الزمن ده والزمن اللي فات والزمن اللي قبليه كده يعني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.